السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم في قناتكم قناة نينا كاتو. نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اللي راح نديروا فيه مع بعض هاد الحلوى اللي طلبتوها مني بزاف واللي عملت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. وذوقها في الحقيقة بنين ومميز. ان شاء الله تشوفوا الفيديو حتى للأخير وتستفادوا وتعجبكم الوصفة وتطبقوها وتنجحوا فيها. واكيد قبل ما نبداو بالمقادير وطريقة التحضير، شوفوا راح نقسم لكم حبة، شوفوا كيفاش تجي من الداخل. هي كي شغل صابلي ولكن عنده الحشو. هذه هي الكاطو تاعنا. نقولوا بسم الله ونبداو بالمقادير وطريقة التحضير. هنا راح نحتاج 100 غرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة. عندي هنايا الحشو راح ندير فيه، شوفوا الحلقومة هنا استعملوا الذوق اللي حبيتو. ديروا كيلة تاع الحلقومة ونص كيلة تاع اللوز يكون محمص، ولي باتاغوم على حساب الذوق تاع الحلقومه تاعكم. عندي 40 غرام تاع بسكوي، هنايا درت انايا لوتوس، ممكن تستعملوا اي بسكوي. 25 غرام سكر غلاس، 25 غرام لوز مرحي ومحمص، ملعقه كبيره مايزينا، صفار حبه بيض، وعندي الفرينه باش نطم الخليط تاعي. شوفوا هنايا هذاك الحاجه هذيك الحلقومه رحيتها مع اللوز وضفت لهم شويه باتاغوم نفس الذوق تاع الحلقومه. انا هنا عندي فخاز وعندي القارص. اوكي. تحصلت على هذيك العجينه كما راكم تشوفوا دوكا. راح نستعمل راح نخدم العجينه تاع الصابلي. هنا درت المارغرين مع سكر كلاص، ضفت صفار تاع الحبه تاع البيض. هنايا انا كنت خدمت راح نحط لكم الوصفه تاع واحد الصابلي كنت درت فيه كاطو في العجينه، كنت درت بسكوي عادي. هنا حبيت نستعمل اللوتس، حبيت نبدل فقط. حطيت كما راكم تشوفوا المايزينا، الزيت ما كنتش تكرتو. هنايا الزيت عندي ملعقه كبيره تاع الزيت. المهم انا راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. ضفت هنايا اللوز تاعي محمص ومرحي، وضفت البسكوي تاعي اللي هو بسكوي لوتوس، ممكن تستعملوا بيه، مهم استعملوا الشيء اللي حبيتو نتوما. دوكا واش راح ندير؟ راح نبدا نطم الخليط تاعي بالفرينه. وشنو قبل ما نكمل نطمو راح نقسم الخليط تاعي على 2 ونضيف الكل نصف، نضيف له باتاغوم على حساب ذوق تاع الحلقومه تاعي. هنايا قلت لكم عندي فخاز وعندي القارص. شوفوا قبل ما كملت طميتها واش درت؟ قسمتها على 2. هنا في هذا النص راح نضيف باتاغوم تاع الفخاز، ولهيك راح نضيف باتاغوم تاع القارص، وراح نكمل نطم الخليطين بالفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. ما تنشفوش بزاف العجينه تاعكم باش تجيكم الكاطو تاعكم خفيفه، خاصه انهم راح يطيبوا في مول تاع السيليكون، وعلى بالنا بلي كي طيب الحلوى في المول تاع السيليكون راح تطول شويه. على هذا من المستحسن تخلوها طريه شويه. شوفوا هنايا وزنوا الحشو تاعكم والعجينه. انا حنستعمل هذا وحنستعمل نوع تاني تاع الوسمو. شوفوا هنايا انايا العجينه درتها 30 غرام والحشو درت واقيلا 12 غرام. اوزنوهم باش يجوكم كامل كيف حنستعمل هذا المول تاني. المهم راح ديروا الحشو داخل العجين ومن بعد تعمروا الليمون تاعكم، تحطوهم يطيبوا على درجه حراره متوسطه. من بعد خليهم يبردوا تماما، ديموليوهم. لهيكا انا درت واسمو هذيك لا جولي، درت لها باتاغون فخاز وعمرت هذاك الفراغ. وهنا استعملت الديكوجيل تاع واسمو القارص، وراح نعمر هذا الفراغ ونزين بالورقه الذهبيه. كما راكم تشوفوا كاطو سهله توجد بالخف وبنينه او ميم طون. ذوق تاعها بزاف رائع. هذه هي النتيجة النهائية. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. نقول لكم تهلاو في روحتكم ونتلاقى في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.